ثانية واحدة بس نفهم كده ايه اللي حصل. الاهلي خد الاتحاد وجه يفسحه هنا في القاهرة. السلام عليكم. بس الاول كده واحدة واحدة خلينا نتكلم على اللي عمله كولر النهارده. كولر النهارده كسب مكاسب بالعبيط. يعني كولر النهارده قال لك انا رايح علي معلول، هريح تاو، حتى معلق المباراة قال علي معلول مش موجود، مفيش ولا لعيب رجله الشمال بتلعب في الملعب، وعلي معلول عامل فرق كبير، مفيش عرضيات، مفيش عشان يفاجئوا عمر كمال بأداء عالمي عالمي. أي نعم هو مش قد علي معلول، لكن هو بفكر تاني، بتفكير تاني خالص. خلينا نتكلم بس في الهدف الأول. الهدف الأول ضربة جزاء مستحقة لعمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد اللعيب الذكي جدا والسريع، اللي قدر يوقع دفاع الاتحاد في ضربة جزاء غصب عنهم كلهم. وطبعا وسام أبو علي ولا أروع. إيه ضربة الجزاء ده؟ تنفيذ ضربة جزاء عالمية، مفيش لعيب اصلا تقريبا في افريقيا بيلعبها بالطريقة دي. خلينا نتكلم كده على الهدف الثاني اللي قعد معلق المباراة يقول لك رضا سليم والقميص رقم 12 وتدخلاته اللي كان بيلعب زي بركات كده بالظبط. ارتو عالمية على شمال المهدي سليمان. المهدي سليمان النهارده اللي شماله اتهرى حرفيا. يعني لعيبه الاهلي ايه شمال المهدي سليمان فين؟ هوب وديله. ارتو ولا احلى. ارتو ما شافهاش اصلا المهدي سليمان. جون عالمي. عشان يجي عمر كمال عبد الواحد يقول لك هو انا ماليش نفس، خد دي على شمالك كمان يا مهدي يا سليمان. قذيفه صاروخيه بمعنى صاروخيه. تقريبا المهدي سليمان لو كان مد ايده وحط ايده فيها كان جاله مثلا كسر في ايده ولا حاجه. فعلا عالميه بمعنى عالميه. طبعا بعد ما الشوط الاول ما خلص توقعت ان الاهلي مثلا هينزل الشوط الثاني يمسك الاتحاد ده يرزع له يديله 4 5 6 7 8 9، بس ده ما حصلش. مارسيل كولر كان عارف ان الاتحاد هينزل كويس جدا مندفع وعايز يعني يعادل النتيجه او يخلص الاهداف باي شكل، ودي كانت فعلا خطه الاتحاد اللي قدر ان هو يسجل هدف اول ولا احسن من بواتينج من عرضيه عالميه من الوحش اللي كان المان بتاع مروان عطيه. وفعلا مروان عطيه هو كان كلمه السر في الهدف ده. مروان عطيه غلط لان هو ساب الوحش اصلا. عجبني جدا فكره ان لعيبه الاهلي اتربطت كلها مره واحده وابتدوا يوجهوا بعض بدون نرفزه بدون اي حاجه. ابتدوا ان هم يوجهوا بعض الاخطاء اللي حصلت وفعلا ما حصلتش تاني. بقى في تمركز كويس جدا في خط دفاع ووسط الاهلي في حاله الهجمات بتاعت الاتحاد اللي كان نازل مندفع جدا لدرجه ان الاهلي كان خلاص هو عارف ان الاتحاد هينزل مندفع، فتعالى يا اتحاد وانا هلعبك على المرتدات. وفعلا يعني التغييره بتاعت كريم فؤاد كانت تغييره عبقريه. اي نعم انا استغربت من تغييره وسام ابو علي ونزول كهربا، بس انا اتوقع ان هو بيريحه. يعني اتوقع ان هو بيريحه فعلا زي ما راح تاو كده وراح علي معلول. لكن فكره ان كهربا نزل وكريم فؤاد، فكريم فؤاد عمل دم جديد وابتدى يبقى فيه لعب جديد. كريم فؤاد النشيط، كريم فؤاد اللي جات له اكتر من فرصه كان ممكن نسجل منها اهداف، لكن كان في سوء توفيق وكان في عدم تقدير كويس للكور. هدف عالمي الكهرباء من ضربه جزاء مستحقه يتحصل عليها كريم فؤاد بعد ما خدعه عالميه زي بتاعه عمر كمال عبد الواحد، وهدف رابع للاهلي عشان الماتش يخلص بالطريقه دي 4-1. في بس كده كام نقطه عايزين نتكلم فيها. مبدئيا كده زي ما مسكنا البنا وسلخناه، البنا اللي تعاقب عقوبه شديده جدا، اللي ما يعرفش يتفرج على الفيديو اللي جاي هيكون فيه تفاصيل كتير عن البنا. لكن خلينا نتكلم على محمد يوسف اللي فعلا عمل ماتش عالمي، اداء تحكيمي رائع، قرارات جباره حاسمه في وقتها. انا كنت شايف ان هو ادار اللقاء بامتياز بعيدا عن ان الاهلي كسب. طرد مستحق لمهاجم الاتحاد. مهاجم الاتحاد اللي دخل بعنف جدا على رامي ربيعه. انا استغربت اصلا، وعجبني برضو ان فكره ان المهاجم بتاع الاتحاد قدر ان هو يستنى في الملعب عشان يطمن على رامي ربيعه، لان فعلا كان تدخل عنيف وكان تدخل غريب بالنسبه لي. يعني انا مستغرب ان هو تدخل التدخل ده وطرد مباشر مستحق. احيي محمد يوسف عليه. طبعا فكره ان هو يطلع عبد المنعم وينزل متولي عشان يجرب الثنائيه دي هل هتنفع جنب بعض ولا لا، ودي كانت من ضمن المكاسب اللي كسبها كولر. انا شايف ان لحد دلوقتي كولر ماشي بخطى ثابته، كولر قادر يتعامل مع كل البطولات، كولر مدير فني عبقري. مبروك للاهلي وجمهوره
وهارد لك للاتحاد اللي شال نتيجه قاسيه عليه. سلام.